الفيلم ديالنا كيبدا في مطار مدينة كانساس مع العميل السري روي ميلر اللي كنعرفوا انه عميل منشق كيحاول يهرب جهاز سري لمدينة بوسطن عن طريق لعبة. كيشوف واحد البنت اللي الاسم ديالها جون، وهنا كيجي فكرة يخبي عندها الجهاز. كيفتعل الحادث وكيتصادح معها وكيخبي الجهاز بلا ما تحس، وفعلا كتجاوز التفتيش وكيرجع يتصادح معها مرة اخرى وكياخد الجهاز. وبعد تعارف كيفهم انها الوجهه ديالها حتى هي بوسطن. كيمشيو البوابه، لكن الموظفه كتعتذر من جون، كتقول لها ان الرحله محجوزه بالكامل وكتطلب منها تسنى الرحله الجايه. روي كيكون سامعهم وكيعرف ان الرحله عباره على فخ ليه. جون كتبقى تحاول مع الموظفه انها خصها تسافر في هذه الرحله لان خاصها تلحق العرس ديال اختها، لكن الموظفه كتطلب منها تسنى الرحله الجايه. هنا روي كيقول لها فيها خير وكيكمل طريقه باش يلحق الطياره. كنرجعوا للعميل فيتس وفريقه اللي مراقبين تحركات روي، كيكونوا على اتصال مباشر مع ايزابيل جورج رئيسة السي اي اي. كيخبرها ان روي هرب منهم، وهنا كنعرفوا ان روي سارق بطارية صغيرة بزاف في الحجم، لكن عندها قدرة تخدم غواصة نووية بدون ما تسالي. هنا ايزابيل كتطلب منه يرجع البطارية باي طريقة، وفيتس كيطمنها ان الرحلة مراقبة وكيوعدها انه في بوسطن غادي يشدوه وغيرجع البطارية. هنا كيكمل الاتصال وكيرجعوا يدقوا في تسجيلات الكاميرا وكيشوفوا جون مع روي، وزميله كيقترح انهم يشدوها لانها مازال في المطار، لكن كيقول له ان عنده فكره احسن. كيبعث لها موظفه المطار تخبرها انهم لقاو لها بلاصه في الرحله. كيتفاجئ روي انها طلعت للطياره معاه، وكيفهم ان فيتس كيستعملها ضده. هي كتكون فرحانه انها غتسافر معاه وكتستغرب انها لقات الطياره شبه خاويه. من بعد بدات محادثه التعارف بيناتهم، وروي كيبارك لها زواج اختها ابريل. قالت له انها كتبات في موعد الزواج باش توصل بسرعة لأن عندها بزاف ما توجد. روي كيلاحظ أن الركاب كاملين عملاء سريين، وكتكمل جون اللي ما فاهمه والو وكتقول له أنها كتوجد هدية خاصة لختها اللي هي شاحنة الأب ديالهم بعد ما تصلحها. فجأة الحقيبة ديال جون كطيح عليها بسبب مطب هوائي، لكن روي كينقذها بسرعة، وفي نفس الوقت كيلاحظ أن الهجوم بدا عليه. وكيوصل جون للحمام وكيسبق روي العامل وكيخدروا بنفس الحقنة اللي كان غيخدروا بها، وكيهجم على الثاني وكيتخلص منه. ونفس الشيء بالنسبة للثالث والرابع، كيهاجموا بحقنه مخدره اللي كتصاب بها المضيفه في بلاصتو. وفاش كيحاول يطمئن عليها كيلقاها عميله معاهم وكيهاجمهم بجوج. وكنرجعوا لجون اللي ما عندها اخبار وكتفكر غير في روي اللي معجبه به، وكيكون مازال كيتعارك مع العملاء وكيتمكن من اخر واحد فيهم، وكيستجوبوا على السبب اللي خلاهم يجيبوا جون معاه في الرحله. وقبل ما يجاوبوا كيهاجموا ربان الطائره بالسلاح وكيموت العميل. روي وكيتصرف مع هاد الفوضى قبل ما ترجع جون اللي لقاتو كيتسناها بعصير، وكيخبرها ان الطيار مات هو والمساعد، وانه هو اللي قتل الطيار والطيار قتل المساعد بالخطأ. هي كتضحك على اساس انها نكته وانه كيتفلى معاها. روي كيمشي يهبط الطياره وكيقول لها ربطي الحزام، وهي مازال معتبرها نكته حتى كتشوف الركاب كاملين طاحوا من الكراسه لانهم مقتولين. كتبقى تغوت وكتمشي عند روي كتسولو شنو اللي واقع. كيأكد لها انهم خاصهم يهبطوا في الحال لانهم غيكونوا كيتسناوهم. جون ما فاهمه والو، ولكن روي كيأكد لها انها احسن ما تعرف والو، وكيطلب منها تربط الحزام مره اخرى. كينزلوا جنب الطريق وكينجاو من حادث خطير مع واحد الشاحنه، واخا الطياره تقسمات على جوج. كينزلوا كياخذ روي الامتعه المهمه وكيعطيها واحد القرعه صغيره وكيقول لها شربيها وغتكوني بخير، ولكن غتكتشف انه مخدر من بعد ما داخت. وروي كيقول لها ما تخافيش غتكوني بخير، لكن ملي غادي تفيقي غيجيو عندك اشخاص من سي اي اي غيسولوك عليا، وخاصك تقول لهم انك ما كتعرفينيش وما عاقله على والو، وما تركبيش معاهم في حتى طوموبيل تحت اي ظرف، واخا يوعدوك انهم غيوفروا لك الحمايه لان هذا الشيء كيعني انهم غادي يقتلوك. وقال لها تهرب بالزربه. هنا كتفقد الوعي من تاثير المخدر، وفي الصباح كتفيق جون في بيتها في دارها وكتظن ان هذا الشيء كامل حلم، لكن كتلقى رساله من روي وكتفكر كل شيء. وكتشوف في الاخبار تحطم الطائره اللي رجعوا السبب ديالو المطبات الهوائيه. هنا كيدق الباب وكتلقاه جارها رودني اللي جاي يطمئن عليها بعد ما سمع الاخبار، وكيعرضها للعشاء بمناسبه انها بخير لانه معجب بها، وعدته تواصل معاهم. بعد كتركب في طوموبيلتها وكتمشي تشوف اختها اللي اليوم عندها تجربه ديال كسوات العرس. وفي هذه الاثناء كتكون تحت المراقبه، وفي المحل ديال الكساوي ابريل كتقول لها انها محتاجه تتكلم معاها في موضوع، وكتقول لها انها كتفكر تبيع الشاحنه ديال الاب لانها باغا تشري دار جديده، ولكن جون كتعترض لانها اخر حاجه بقات من الاب ديالهم. وفي هذه اللحظه كيقاطعهم شخص وكيسول شكون مول هاد الطوموبيل الزرقاء لانها عندها مخالفه. كتخرج جون بالزربه باش تبدل ليها البلاصه، ولكن كتلقى قدامها مجموعه من الرجال ديال السي اي اي وكيطلبوا منها تحاول ترفض لانها تفكرات كلام روي، لكن العميل فيتس كيقدم لها نفسه وكيأكد لها انه محتاج يتكلم معها في موضوع مهم.
في الطريق كيوريها صور روي، هي كتحاول تنكر معرفتها به، لكن كيوريها تسجيلات كاميرا المطار وكيسولها واش روي تكلم معاها على شخص باسم سايمون فيك. كتجاوبوا انهم فعلا هضروا شويه، ولكن ما كتعرف عليه وعلى هاد سايمون والو. وهنا كيحذرها فيتس ان روي عميل منشق وخطير بزاف، وكيوقفوا على جنب وكيطلب منها تركب في سياره اخرى باش ينقلوها لمكان امن. وفعلا كتركب وكتسولهم فين غاديين، لكن حتى واحد ما كيجاوبها. والعميل جاك كيأكد لها انهم غيديوها لمكان امن، وهذا الشيء كيخلعها اكثر وكيخليها تشك. كتلقى جون واحد من اللي راكبين معاهم تضرب بالرصاص، وحتى السائق تصاب بالرصاص. كتبقى جون والعميل جاك اللي كيقول لها اجي نقزو، لكن كترفض وكينقز بلا بها. كتحاول تسيطر على الطوموبيل لكن بدون فائده. وهنا كيبان لها رجل شرطه في دراجه ناريه كينقز فوق الطوموبيل، وكتكتشف انه روي اللي كيطلب منها تحل الباب، لكن واحد الشاحنه كدوز كينجاو من حادثه خطيره معاها. لكن روي كيتلاح فوق الطوموبيل اخرى وكيرجع ينقز الطوموبيل اللي فيها جون، وفي نفس اللحظه كيلقى روي راسو في مواجهه بالرصاص وكيطلب من جون تحليه الباب. بعد ما الطوموبيل ديال CIA كتقلب كيقدر روي يدخل الطوموبيل في الوقت المناسب كيعتق جون، ولكن كيلقاو راسهم محاصرين. وروي كيعطي جون سلاح كيقول لها غادي يتخلص منهم ويرجع، لكن جون كتهرب وكتحاول تركب في البيس بعد ما تخلصت من سلاح روي في النفايات. كتظن انها اخيرا ما تابعها حد، لكن كتلقى روي طلع في نفس البيس. كتحاول تنزل وتهرب وكتمشي تطلب المساعده من رودني اللي كيقول لها احسن نتكلموا في المطعم، حيت كيظن انها بغات تعترف ليه بالحب ديالها وانها موافقه يتخطبوا. لكن كتقول له انها بغات تتكلم معاه على الطياره اللي طاحت وانها كانت راكبه فيها وان كان فيها عميل سري قتل جميع الركاب. من بعد هبط الطياره جنب الطريق وخدرها، والنهار الثاني فاقت في دارها. ورودني كيحاول يهدئها وكيظن انها كتخايل لانها متوتره. بغات تحاول تقنعه، لكن كتفاجئ بروي في المطعم كيجلس معاهم وكيتعرف على رودني. كيقول لها انها مشات قبل ما تسمع بقيه كلامه وأنه ضروري تبقى معاه. جون كتحاول تخوفه برودني رجل الإطفاء وكتقول له أنه كيتقن فنون القتال. هنا كيبدي روي الإعجاب ديالو به وكيقول له أنه كان كيحلم يولي رجل إطفاء. هنا كتسكتهم جون وكتقول له أن هذا هو الرجل اللي كنت كنعاود لك عليه. وهنا كيتفكر رودني وكيسولو شكون انت. كيقول له انه شنو ما وقع ما تدخلش. وهنا كيدير لجون المينوط وكيديها رهينه وكيحذرهم ان اي واحد قرب منه غادي يقتلها، وكيركبها في الطوموبيل. لكن كيتبعهم رودني. روي كيوقفوا برصاصه في رجليه، ولكن كيهدنو كيقولوا انها اصابه خفيفه وكيخليه يمشي. وكيهرب مع جون وكيفهمها انه كان مضطر يبرئها، حسن يخطفها لان كاين كاميرات في المطعم. قالت له راك ضربتي رودني بالقرطاس، ولكن هو كيقول لها انه طلب منه ما يتدخلش، وهاد الاصابه في مصلحته غيبان بطل وغادي يترقى في خدمته. لكن جون كتعصب عليه وكتقول له انها من الدقيقه اللي شافته فيها تبعه المشاكل وكيقتل الناس. كتطلب منه ينزلها، لكن كيقول لها انه حضرها من الاول ما تركبش الطياره وانه قال لها كل تاخير فيه خير. لكن كتستنكر بان هذاك ماشي تحذير وانها كانت كتحس بالامان اكثر مع CIA. وكيديها لموقف سيارات عمومي فوق السطح وكيفكها وكيقول لها لا بغيتي تمشي سيري، ولكن كنحذرك انه محال تبقاي عايشه لما بقيتيش معايا، لكن انت حره. كيمشي لطوموبيله اخرى كيحلها، وقبل ما يمشي كتركب معاه جون وكتقرر تبقى معاه. في الطريق كيوقفوا في محطه استراحه. جون كتدخل الحمام وكتشوف بالصدفه في الاخبار رودني تحول لبطل وترقى واصابته خفيفه، وهنا كتاكد من كلام روي. وهنا كيقرر انهم يبدلوا الطوموبيل. وفاش كيتحركوا روي كيحكي لها ان هادشي كله اللي واقع بسبب هادي، وكيحط قدامها اللعبه. هي كتقول له ان هادي مجرد لعبه، لكن كيطلب منها تحلها. وكتلقى بطاريه كيقول لها ان هادي هي اللي باغيها كلشي، لانها بطاريه جديده اسمها زيفر وكتشتغل بالضغط وكتولد طاقه كبيره بزاف، ممكن تخدم مدينه صغيره بدون ما تسالي. والمخترع هو طالب في الثانويه الاسم ديالو سايمون فيك، وكانت المهمه ديالو انه يحمي هذا الطالب هو والزميل ديالو فيتس في المعمل ديالو. ولكن اكتشف ان فيتس ناوي يبيع البطاريه ويقتل سايمون، وما كانش عنده حل اخر غير انه ينقلوا لمكان امن ويخبي البطاريه معاه. فيتس وهم رؤسائهم في العمل ان روي هو الخائن وسرق البطاريه باش يبيعها ويستافد بوحده، وعلى هكا هرب وتلاقى بها في المطار. جون تاقت فيه، سولاتو شنو الخطه. قالها انهم غيرتاحوا في شي بلاصه ومن بعد غينقل سايمون لمكان امن وغيوصلها لعرس اختها، ووعدها تكون بامان معاه لانه مدرب مزيان. كيلعسو يرتاحوا ومن بعد كيوصلوا لمرفأ قديم في مدينه بروكلين، وما كيلقاش سايمون، ولكن كيلقى رساله مشفره منه
كيعرف انه مشى مني تعطل عليه. وفي نفس الوقت غتكون جون كتلعب بسلاح روي وكتمثل دور عميلة سرية، ولكن مني روي وصل لقاو راسهم محاصرين وبداو كيتبادلوا اطلاق النار، وروي كيفجر غرفة سايمون اللي فيها الرسالة، وهي تسولو شكون هادو. قال لها هادو رجال رئيس عصابة اسبانيا سميتو انطونيو غونتانا اللي كان باغي يشري البطارية، واكيد جايين باش ياخدوا البطاريه. وكانوا يلاه غيهربوا، لكن لقاو افراد العصابه مازال محاصرينهم. روي كيعطي جون سلاح وكيوصيها تسناه، وفاش كيرجع جون كتخلع وكتبقى تصوب الرصاص في جميع الاتجاهات، وكانت غتصيب روي. وهنا كيقرر يخدرها حيت غتعطلو. وهنا كيشدوهم العصابه وهي مخدره، كتشوفو معلق من رجليه وكيقول لها ما تخافيش غنهربوا. وكترجع تنعس وكتفيق عاود في الطياره مع روي، ولكن الطياره كتضرب وكتطيح، ولكن روي كينقز بمظله وهي معاه. كتفيق جون في جزيره على الشاطئ وكتكون نعسات 18 ساعة، ولكن كيطمئنها انهم في مكان سري وما كاينش شبكة وحتى واحد ما يقدر يوصل ليهم. ولكن هي كتكون مقلقة بزاف لانه خدرها عاوتاني، وخا قالها انه دار هكا باش يعتقها من العصابة، ولكن كتكون مازال مقلقة وكتضربو، ولكن كتفشل وكتمشي تمشى وسط الاشجار. وفي الجيب ديال القميجه اللي كتكون لابسه كيصوني تليفون ديال روي، وكيكون انذار بالحركه في عنوان كيراقبو. وقبل ما تفهم كيصوني تليفونها والمتصل ابريل اختها، وكتجاوب ولكن الريزو تقطع. وهذا الاتصال كيكشف بلاصتهم للعصابه. كترجع جون وكتكون مازال مقلقه لانهم في جزيره مهجوره، وكتبدا تتعارك معاه ولكن كيغلبها وكيعلمها حركه دفاعيه. فجاه كيلقاو راسهم محاصرين بالطيارات، وروي كيتسائل كيفاش وصلوا ليهم. جون كتقول ليه انها استقبلت مكالمه من اختها، كيديها الهليكوبتر ولكن كتخاف وكترفض تطلع. وهنا روي كيشدها وكيضغط على الرقبه ديالها وكيقول لها انك طلبتي مني ما نعطيكش مخدر، هذه طريقه اخرى. وكتفيق كتلقى راسها في قطار وكطيح الورقه اللي خلاها ليها روي بلا ما تشوفها. في هذا الوقت روي كيكون وصل سايمون اللي كاين في قمره القياده، كيطلب منه روي يمشي معاه باش يرجع له البطاريه. جون كتخرج كتقلب في القطار وكتوصل للمطعم وكتسول النادل على هما فين كاينين، كيقول لها حنا في النمسا. كتفرح لانها عارفه انهم مشاو عند سايمون، وكتجلس تطلب الفطور، وكيجي واحد يجلس حداها وكيبدا يتعرف عليها، وهي كتظن انه سايمون وهو كيأكد لها هادشي. كتقول له انها صديقه روي، وهنا كيصوني تليفونها وهو كيتسائل علاش ما كتجاوبش. كتقوله بان روي حضرها تجاوب على الاتصالات لان التليفونات مراقبين. وهنا كتنتبه لورقه روي لاصقه في الصباط ديالها، وكتلقى مكتوب فيها تسنيني في الغرفه انا مع سايمون. وكتعرف ان الشخص اللي معاها ماشي سايمون، وكتستأذن تدخل الحمام. وهنا كنشوفوا سايمون بالو مشغول على البطاريه اللي حرارتها كترتفع وخاصها التبريد، لكن روي كيكون مشغول على جون اللي ما كتجاوبش على الاتصال وكيظن انها مشات تفطر. وكيمشيو باش يشوفوها، وكنلقاو جون كتحاول تهرب من المجرم اللي تابعها، وكتوصل العربة الأخيرة من القطار وكتلقى فيها الطباخ وكتستأذنو تبقى معاه شوية، لكن كيوصل لها المجرم وكيقتل الطباخ وكيستجوبها على البطارية. كيوصل روي وسايمون وكيعرف جون بسايمون، وكيعرف حتى بمورهارد القاتل المأجور. وهنا كيهجم القاتل على روي وكيضربو حتى كيفقد الوعي. وجون كتحاول تدافع على روي، لكن القاتل كيشدها كتخلص منه بالحركة اللي علمها روي، ولكن كتجي يديها في الموس بالغلط وكيتصاب به القاتل اللي كيخرجه من صدره وكيهجم عليها، ولكن روي كيعتقها وكيرميه من النافذة. قالهم روي خاصني نديكم المكان آمن. وكنشوفوا فيتس وصل القطار ولكن ما لقاهمش، وكيستغرب كيفاش روي هرب وخا القطار موقف حتى شي محطة. كيلقى رسمه في الزاج رسالة تحدي من روي انه قدر يهرب منه قدام عينيه. كياخد 3 الغرف في واحد الفندق باش يرتاحوا، وجون كتوجد راسها وعشا رومانسي باش تعرض على روي. وكتخرج للبالكون وكتسمع بالصدفة روي كيتكلم في التليفون مع وحده باسم نايومي، وكيقول لها غيتلاقاو في نفس المطعم دو كابريس في الموعد. وكانت غادي تدخل ولكن روي شافها وطلب منها تسناه في الغرفة باش تكون في امان لان عنده موعد. جون كتقترح عليه يتعشى معاها وهو كيوافق، وكيتفقوا على الساعة 9 وكيمشي. ولكن كتشوفوا جون كيودع سايمون قبل ما يمشي، كيعطيه هديه كيعلقها له في لافيست، وكيقول له طلب اللي بغيتي من خدمه الغرف واهم حاجه ما تخرجش تحت اي ظرف، وكيودعو ويمشي. جون كتشك انه كيخونها وكتخفى وكتمشي موراه. وكيتلاقى نايومي في شارع مظلم وكيدخلوا للمطعم. وفي المطعم كتسولو نايومي على البنت الزعرة اللي معاه لانها حاسه متغير. كيجاوبها انها بنت نكره ما كيعرفهاش، تلقاها في طريقه.
جون كتسمع هاد الكلام وكتصدم. كيقول لها خلينا من هاد الهضره التافهه لاني جاي نكمل صفقه. كيعرف انها خدامه لحساب انطونيو، كتكون على اتصال مباشر معاه لكي امرها تكمل الصفقه مع روي. كيقول لها تسولو على السعر اللي طالب. روي كيقول له انه باغي سعر البطاريه زائد ثمن الجزيره اللي ولات مدمره ومكشوفه، وقال له فكر ورد عليا. جون كتصدم بهذا الكلام اللي سمعات وانه باغي يبيع البطاريه، وكتمشي حزينه. كتلقى فيتس في انتظارها وكتمشي معاه في الطوموبيل. كيوصلها عند ايزابيل جورج مديرة CIA، واللي كتعرف براسها وكتقول لها ان روي كان خدام معاهم ولكن سرق البطارية باش يبيعها لتاجر اسلحة سميتو انطونيو. وقالت لها جون ان هذا الشيء هو نفسه اللي قال لها على فيتس، وراتها تسجيلات المطار فاش خبا عندها اللعبة قبل التفتيش الامني، ووراتها كيفاش خدا البطاريه مره اخرى. وجون كتثق بها، وايزابيل كتقول لها انهم محتاجين المساعده ديالها باش يشدوه. وفيتس كيعطيها قلم حبر عباره على جهاز ارسال. كيطلب منها ترجع للفندق قبل روي، ومني تاكد ان البطاريه عنده تعطيهم اشاره وتضغط على الزر اللي في القلم. كتاخد القلم وكترجع للفندق، وفاش روي كيوصل كيخرج البطاريه وكيلاحظ ان حرارتها ارتفعت حتى في الثلج تبرد. سولاتو واش وصل للسعر اللي بغا. كتقول له انها كانت مراقبه وسمعته كيتفق مع نايومي، وكتسولو واش مني تزادحوا في المطار كانت صدفه، وهو كيجاوبها انه مجرد حظ. كتقول له انها بقات كتثق بحتى حاجه، تضغط على الزر. كتقول له انها غادي ترجع لامريكا، وقبل ما تمشي كتقول له ان CIA وعدوها يحميوه اذا سلم نفسه. وفيتس كيقتحم الغرفه هو وشرطه النمسا، ولكن روي كيكون هربوا معاه البطاريه، وكيشدوا جون وكيشدوا حتى سايمون وكيديوه معاهم. هنا كيطل فيتس من نافذه وكيلقى روي هارب فوق السطوحه، وكيركب في طوموبيلته وكيلاحقوا وكيأمر الاخرين حتى هما يطاردوه. وايزابيل كتدي معاها سايمون وجون، وكيمشيو حتى هما للمطارده. وكيكمل روي الهروب ديالو، ولكن في الاخر كيحاصروه حدا النهر. كيبداو يضربوا عليه رصاص وكيطيح في الماء، وجون كتخاف عليه وكتسناه حدا الماء لكن ما كيخرج. وفي النهار الثاني ايزابيل كتطلق جون وكتامر باش يوصلوها للمطار باش تمشي لامريكا، وكترجع لدارها وكتمشي لعرس اختها. وتما كتلقى رودني في العرس وحياته تبدلات وخطب بنت اخرى، وكتدوز وقت زوين في الحفل. وفي المانيا كنشوفوا العميل فيتس وجاك وهما كينقلوا سايمون، ولكن جاك كينبه فيتس انه غادي في طريق غلطه، وكيجاوبوا انه عنده الحق وكيضربوا بالرصاص. وكيهضر مع انطونيو وكيقول له انه ما عندوش البطاريه ولكن مع سايمون اللي اخترعها. وقال لهم تلاقاو في اسبانيا من بعد يومين. ونرجعوا عند جون اللي كنلقاوها مفتقده روي وكتسائل واش مازال عايش، وكتفكر الموقع اللي شافت على تليفونه في الجزيره، وكتقلب على هذا الموقع فين كاين بالضبط، وكتلقاه على بعد ساعه منها وكتقرر تمشي ليه. كتاخذ طوموبيلتها وكتحرك، ولما كتوصل كتلقاه العائله نايت، وكتقرب من النافذه كتلقاه عايش فيه راجل كبير ومراته، وشويه كيهجم عليها برشاش ديال الماء، ولكن كتخدعو وكتقول له انها جابت له البياس ديال الطوموبيل اللي طلب. طبعا فرانك ما طلب والو، ولكن مراته مولي كتشوفها فازقه بالماء وكتعرضها تدخل الدار وتبدل حالتها. ومن بعد ما بدلت كتسولهم من امتى وهما عايشين هنا. كتجاوبها مولي انهم هنا من 40 عام، وكتسولهم واش هذا ممكن يكون منزل امن لروي ميلر، ولكن فرانك كيجاوبها انه ما كيعرف حد بهذا الاسم. وتأسفت لهم لانها كتقلب على صديقها روي وكتمشي تاخذ حوايجها، ولكن كتشوف صوره لروي وهو مازال صغير. وقالت لها مولي ان هذا ولدهم ماثيو، ولكن مات هو في الجيش اثناء تحطم هليكوبتر واعتق جوج من صحابه، وكان عنده وسام في السباحه ويقدر يسبح المسافه طويله بدون ما يتنفس. وكتاكد جون ان هذا روي قبل ما يخدم في CIA. كتشكرهم وكتمشي وكتجيها واحد الفكره في الطوموبيل، وكتخلي رساله لراسها في تليفونها بما انه مراقب، كتقول فيها اللي بغى البطاريه يتواصل معايا. وكتبقى واقفه في بلاصتها، وفاش كتوصل العصابه كتهرب منهم، ولكن كيشدوها وكتوريهم البطاريه ديال المصباح، كيخطفوها وكيديوها لرئيس العصابه. وفي اسبانيا كنلقاو فيتس وصل، وانطونيو كيتلاقى جون واحد من رجالو كيحقنها بابره تخليها تقول غير الحقيقه. وفاش كيسولها على البطاريه كتجاوبو بما عرفتش. كيقول لها علاش قلتي لينا راها عندك، كتقول له انها كتحاول تلقى روي. وهنا انطونيو كيتعصب عليها وكيقول لها راه مات. قالت له لا، هو اكيد عايش وغيكون قريب من هنا. وفي هذه اللحظه روي فعلا فوق القصر وكيراقب، وكنشوفوا فيتس وصل للقصر. وهنا انطونيو كيعرف جون ما عندها باش تفيدو،
وكيأمرهم يقتلوها، وكيمشي يتلاقى فيتس وكيسولوا على سايمون وكيجاوبوا انه ما جابوش معاه، كيقول له جيب الفلوس ويلاه معايا جنب النهر باش نبدل معاك. ولكن الحقيقه ان سايمون في الكوفر ديال الطوموبيل، وروي عارف هذا الشيء من خلال جهاز التعقب اللي كان عطاه لسايمون. وقبل ما يتبعهم كيشوف جون مع رجال انطونيو وكيقرر يعتقه هو الاول، وكيقدر يقضي عليهم ويهرب جون. وخلال هروبهم الحقنه ديال الحقيقه مازال مأثره على جون، وكتعترف ليه بالاعجاب ديالها وكتقول له انها فرحانه انه مازال عايش وانها بغات ترتبط به. وهنا كيوصلوا لدراجه ناريه وكيهربوا بها وكيتبعوا فيتس، ولكن كيطاردوهم العصابه وكيقدر يهرب منهم ويكمل المطارده ديال فيتس وانطونيو. ولكن كيلقى قدامه الطوار وهذا الفخ من انطونيو وكيقدر يهرب، واخا قطيع من التوار تابعينه. وكيبغي انطونيو يضربه بالقرطاس، ولكن كيطيح في الفخ اللي نصب ليه والتوار كيقلبوا به الطوموبيل. وكيقدر روي يوصل للميناء وكيعرف ان فيتس باغي يهرب في الطياره. يقول له فيتس لوح السلاح ولا غنقتل سايمون، وكيقول له فيتس رمي لي البطاريه، وفعلا كيرميها له. يلاه كيكون باغي يهرب، ولكن كيسمع سايمون كيقول لروي انه غيصنع وحده اخرى. وهنا كيضربوا فيتس بالرصاص وكيهرب. وسايمون كيكون بخير لان روي عتقو منها. وكيقول سايمون لروي ان البطاريه ما مستقراش وكتسخن. كيشوفوا بجوج الطياره ديال فيتس انفجرت في السماء، وقال له روي انه ذكي ويقدر يصلح المشكل. وكتجي جون وكتلقى روي تصاب بالرصاص، وسايمون كيطلب الاسعاف، وروي كيفقد الوعي وكيفيق في السبيطار. وكيلقى ايزابيل اللي شكراته انه كشف فيتس، وكتطمئنوا ان سايمون بخير في امان في المعمل ديالو الجديد. وكيسولها على جون، كتقول له انها رجعت لدارها وحياتها حيت ما يقدروش يكملوا بجوج. وقالت له انهم استثمروا فيه بزاف ديال الفلوس، والشرط كان انه يتخلى على عائلته وما يدخلش في علاقات طويله باش يبقى مركز على وظيفته. وكياخدوا تليفونه وكيطلبوا منه يرتاح وكتمشي. وروي كيعرف انه غيتسجن بسبب الاسرار اللي كيعرف، وكيفكر كيفاش غادي يهرب. وهنا الممرضه كتدخل وكتعطيه الدواء اللي اول ما كيشربو كيدوق، وكيتخدر وكيسول شنو هاد الشيء. كيلقاها جون وكيغيب على الوعي، وكتغطيه جون في الباياس وكتنقله على انه جثه، وكتهربوا من المستشفى وكتنقلوا في طوموبيلتها. وكيفيق كيلقى راسو حدا البحر، وجون كتعطيه خريطه وكتخبروا ان الرحله ديالهم بدات اتجاه مدينه كيب هول. قالت له تقدر تختار بين تكمل معايا او تمشي، وروي كيكون فرحان يكمل معاها. وهنا كيسالي الملخص ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم.